السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نحضر معكم سلطة الخضر مفيدة لصحتنا، غنية بالألياف والبروتينات. غادي نحتاجو في المقادير أي نوع ديال لي بات يكون متوفر عندكم، مسلوق في ماء مالح مع شوية ديال الزيت. غادي نحتاجو واحد العلبة ديال الطون. غادي نحتاجو البروكلي بعد ما نقيناه وغسلناه مزيان وسلقناه في ماء مالح. غادي ناخدو قطع ديال الجزر، قطع صغيرة، ونسلقوها في ماء مالح. الجلبانة منقية ومسلوقة في ماء مالح. وعلبة ديال الذرة المعلب. غادي نحتاجو المايونيز ودانون مسوس طبيعي. غادي نخلطوا المكونات، ناخدو لي بات بعد ما سلقناها، نضيفوا لها جزر مسلوق، جلبانة مسلوقة، علبة ديال الذرة المعلب، بروكلي مسلوق، نضيفوا لهم واحد 2 معالق كبار ديال المايونيز حسب الكمية المتوفرة عندكم. نضيفوا واحد دانون مسوس طبيعي، نخلطوا المكونات. ودابا ندوزو للتتبيله اللي غادي نسمو بها هاد السلطه. غادي نحتاجو لزيت الزيتون، عصير ديال واحد نص حامضه، اعشاب منسمه، شويه ديال الخل الابيض، الابزار، ملح، شويه ديال الموطاد، وشويه ديال العسل. غادي ناخدو واحد القرعه، غادي نوزعو فيها جميع المكونات. غادي نخلطوهم مزيان. التتبيله تجي رائعه في السلطات. صافي نفرغوا هاد التتبيله فوق السلطه ديال الخضر ديالنا. غادي نخلطو مزيان. دابا غادي نضيف الطون، وده هو الشكل النهائي ديال وصفتنا اليوم. سلطه بالخضر غنيه بالالياف والبروتينات، مفيده لصحتنا. نتمنى تجربوها، وشكرا لكم على الدعم ديال القناه. وما تنساوش ديما الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم ديما الجديد. والى اللقاء.